اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الخبر اللي معايا خبر حصري بعنوان عمرو دياب يحتفل بافتتاح مشروع العالم الجديد، وإليكم التفاصيل. احتفل النجم عمرو دياب ببدء عمل مشروع الجديد، حيث شارك رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار لإقامة سلسلة فنادق بدأها بفندق في الساحل الشمالي وآخر بدبي، ثم بعد ذلك الانطلاق إلى عدة مدن أخرى على مستوى الوطن العربي والعالم. وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من رجال الأعمال والشخصيات العامة، وكان على رأسهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الذي يرتبط بعلاقة صداقة مع الهضبة. وظهر عمرو دياب في الحفل بإطلالة أثارت الجدل وأشعلت السوشيال ميديا، حيث ارتدى ساعة صنع جسدها وساورها من الذهب الوردي عيار 18، بينما تم ترصيع الساعة بالعديد من الأحجار الكريمة التي تتخطت 30 حجر، ويبلغ ثمنها 350 ألف دولار، أي ما يقترب من 11 مليون جنيه مصري. كما ارتدى قميصا شفافا أبيض اللون مواكبة لموضة الأزياء الرجالي 2023، ليعيد للأذهان أزمة الفنان أحمد سعد ومن قبله الفنان محمد رمضان. ومن ناحية أخرى يستعد لإحياء حفل جديد يوم السبت 9 سبتمبر في أبو ظبي، مقدمة للعديد من الأغاني التي يحبها ويتفاعل الجمهور معها بشكل ملحوظ. وسبق وأحيا عمرو دياب حفلا جماهيريا كبيرا يوم 18 مايو الماضي ضمن حفلات صيف الكويت على مسرح أرينا الكويت، كما أحيا مؤخرا حفل يوم 12 مايو الماضي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وتعد أغنية الحفلة هي آخر أغاني عمرو دياب، والتي طرحها حصريا عبر تطبيق أنغامي، وهي من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح. وهذا آخر ما توصلنا إليه من هذا الخبر، وأرجو من حضراتكم اللايك والشير والسبسكرايب، وأن تدعموني في القناة، وما تنسوش الاشتراك. شكرا لحضراتكم، مع السلامة.